لو قلتلك إن في قرية في قلب مصر عدد سكانها أقل من 10,000 واحد بس، وبتدخل للبلد ملايين الدولارات كل سنة، هتصدق؟ ومش بس كده، القرية دي كمان قضت على البطالة، ما فيهاش شاب واحد عاطل، ولا حد بيدور على شغل، حتى ولا حد بيحلم يهاجر. وده مش خيال ولا كلام في الهوا، دي قرية مصرية رفعت اسم مصر في أكبر دول العالم، وقالوا عليهم ملوك الشتلات، ووصلت العالمية بجهود ولادها. قرية بتبس بسيطة جدا موجودة في محافظة المنوفية في وسط دلتا مصر، إنما قصتها مش بسيطة خالص، دي قصة نجاح تبهر أي حد. القرية دي اشتغلت في الزراعة من أكتر من 150 سنة، مش زراعة عادية، لا، أهلها ركزوا على زراعة الشتلات الزراعية وخصوصا شتلات الفاكهة، وطوروا الشغل ده جيل ورا جيل لحد ما بقوا بيصدروا ب20 مليون دولار سنويا. يعني من أرض بسيطة في الريف بقت منتجاتهم بتوصل للعالم كله. يعني وانت بتتكلم عن صادرات مصر لازم تقول بتبس. ليه؟ علشان دي مش بس قرية، دي بقت ماركة مسجلة في مجال تصدير الشتلات. الناس في بتبس ما استنوش الدولة تديهم ولا قالوا مفيش فرص، لا، هم اللي خلقوا الفرص. الكبار بدأوا بأساليب تقليدية باللي كان متاح وقتها، واشتغلوا وتعبوا وربوا أولادهم على حب الأرض. والجيل الجديد دخل كليات الزراعة، اتعلم ورجع وطبق اللي اتعلمه واشتغل بعلم وإصرار، والنتيجة شتلات بجودة عالمية، شتلات فاكهة زي المانجا والتفاح والخوخ والمشمش والنخيل بأنواعه المختلفة. أنواع كانت مصر بتستوردها النهاردة بقت بتنتجها وبتصدرها، ومنين؟ من بتبس. بس الإنجاز مش في التصدير بس، الإنجاز الحقيقي في إن مفيش عاطل، كل بيت ليه دور، اللي مش شغال في المشتل بيشتغل في التعبئة أو في النقل أو في البيع، كل الناس شغالة من أول الجد لحد الأولاد، بيتربوا على حب الأرض، والشباب بيجربوا أفكار جديدة، والكبار دايما في ظهرهم، العلم جنب الخبرة والإيد في الإيد، والنتيجة قرية شغالة كأنها مصنع كبير. والأجمل إن أهل بتبس مش شايفين شغلهم ده مجرد مصدر رزق، دي قضية وانتماء وحلم بيكبر كل يوم. مفيش واحد فيهم بيقول نفسي أهاجر، ولا حد بيقول نفسي أعيش في العاصمة، هم شايفين قريتهم هي المكان اللي يستحق يتطور ويكبر، وكل يوم في بتبس هو خطوة جديدة لقدام. القرية الصغيرة اللي الناس كانت يمكن ما تعرفش اسمها من كام سنة، النهاردة بقت نموذج يضرب بيه المثل، نموذج بيقول إن النجاح مش شرط يبدأ من مدينة كبيرة ولا من تمويل ضخم، النجاح ممكن يبدأ من بيت صغير في قرية ريفية طالما في ناس عندها إصرار. اللي حصل في بتبس مش صدفة ولا حظ ولا لحظة، دي رحلة طويلة بدأت من تراب الأرض واتبنت على العلم والشغل والتعاون. النهاردة بتبس مش بس بتدخل ملايين، بتبس بترفع راس مصر وبتثبت إن الريف قادر يوصل للعالمية، وإن مفيش حلم بعيد على اللي بيحب شغله وبيشتغل بضمير وبيبدأ من أرضه.